السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، قناة جوليا مغربية. اليوم جيت غادي نحضر لكم الحلوى ديال الرغيفة بطريقة سهلة ومبسطة، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وندوزو المقادير. غادي نحتاجو جوج زلايف ديال البقايا ديال الحلوى الشباكية كما تشاهدوا. غادي نحتاجو ايضا زجلان محمر. غادي نحتاجو ايضا اللوز مقلي، كاس ديال المزهر، جوج كيسان قياس عنبة ايضا ديال العسل، شويه ديال المسكه الحره. غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال القرفه، كيس ديال الحلويات نكهه الزهر. غادي نديرو العسل ديالنا مع الزهر، غادي نخلطوه وغادي نديروه فوق البوطه يغلى كما تشاهدوا. وغادي نقبطوا الحلوى ديالنا وغادي نديروها في هذا الكيس بلاستيكي، وغادي نبقاو ندقوا بيد المهراز شويه بشويه كما تشاهدوا، غير شويه بشويه بشويه حتى نكملوا على هذا الشكل هذا. ومن بعد ما دقيت البقيه ديال الحلوى ديالي على هذا الشكل كما تشاهدوا، ومن بعد ما دقيتها كما تبعتوا معايا غادي نخويها في هذا الكاسرول هذا. غنضيف ليها الزهر والعسل اللي سخنا فوق البوطه من بعد ما برد. ومن بعد غادي نضيفو ايضا كيس ديال الحلويات بنكهه الزهر، ونبداو نحركو شويه بشويه باش يسهل علينا نطحنوها في الخلاط الكهربائي. وفي هذا الخلاط هذا غادي نضيف شويه بشويه الحلوى ونطحن غير شويه بشويه، ونطحن حتى تطحن ليا الحلوى ديالي كلها. فهاد الطريقه سهله، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. فهاد الحلوى كما لا يخفى عليكم نديروها في المناسبات، من بعد الاكل تنرافقوها مع زبيده بلديه، نحتاجوها للفطور، تنحطوها في الطبيله الرمضانيه ايضا الكوتي. ونستمر ايضا في الطحين كما تتبعوا معايا غير شويه بشويه حتى نكملوا الحلوى كلها. ومن بعد ما طحنتها على هذا الشكل هذا غادي نخوي الخليط ديالي ونسرحو فوق هذه المقيله هذه. ومن بعد غادي ندير شويه ديال القرفه مع المسكه الحره. غادي نضيفو ايضا معلقه كبيره ديال الزنجبيل محمر، ومعلقه كبيره ديال اللوز مقلي مطحون، ونخلي شويه الزين. وغادي نبدا نحرك على هذا الشكل هذا فوق البوطه على نار مهيله. كما تشاهدوا هي الحلوى ديالي بدات تعلق، ونستمر في التحراك على هذا الشكل هذا. دابا الحلوى ديالها هي وجدات، غادي نحطوها فوق البوطه وغادي نخليوها تبرد. ومن بعد غادي نعمروها في هذه العلبه البلاستيكيه. ومن بعد ما عمرتها كما تشاهدوا غادي نزينها باللوز اللي وريتكم في الاول. طحن شويه درتو في الحلوى والباقي خليته باش نزين به. تنرافقوها بالزبده البلديه كما قلت لكم في الاول. وكيف ما تبعتوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى الرغيفه ديالي، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. تنشكركم بزاف على الدعم ديالكم للقناه ديالنا، ودعمونا وزيدوا دعمونا. والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله، ورمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير، والى اللقاء.